كلنا فاكرين نفسنا خبراء في كل حاجة لحد ما نكتشف إن اللي قدامنا شايف الدنيا بطريقة تانية خالص. في البرنامج ده هنكتشف سوا الفرق بين الأجيال، بين الأم والابن، أو بين اتنين متجوزين في حاجات بسيطة، بس النتائج مش بسيطة خالص. هنضحك وهنعيط وهنفتكر إن اللي بيجمعنا دايماً كان أكتر من اللي بيفرقنا. أنا فريدة وده برنامج فرق خبرة. أهلاً بيكم معانا في برنامج فرق خبرة. هيدي طنط جابي، ان شاء الله تتبسطوا معانا وتتبسطوا مع بعض. اول سيجمنت انا هبقى بسال اسئله وانتوا كل حد بقى يجاوب يعني من وجهه نظره. انتوا شايفين انه الست بتحتاج حد يساعدها في البيت ولا ممكن تعتمد على نفسها؟ بصي، لما كنت صغيره لسه يعني في اول جوازي كان ممكن ما احتاجش لحد، لكن بعد بقى ما خلفت طبعا هيدي وبعدين بنتي التانية ميان، لا طبعا لازم يعني طبيخ وتنظيف بيت وحمامات وكله، لا طبعا، وعيال حمامات تحديدا. حمامات تحديدا لا ما بحبهاش ابدا تنظيف الحمامات. لازم يكون في حد طبعا بيساعد في البيت، ولو ان يعني العروسه لما بتتجوز بيبقى عندها حماس كده ان هي تعمل كل حاجه لنفسها ولوحدها وكده، بس لا لازم. وبعدين ماما انا افتكر ان احنا من ساعه من واحنا صغيرين وفي حد يعني على طول. بس احنا عمري ما كان عندي حد مقيم مثلا. بترفضي ان حد يجي يقعد على طول؟ ماما ضد خالص الموضوع ده. ما تحبيش تندهي على حد كده حضري لي النسكافيه؟ لا حضري لي الحمام؟ لا ما عنديش. احنا بنحب الشقه قوي، انا وهي واختي نموت في الشقه زي عينينا، ما تفهميش ليه. ما بحبش ندلع ابدا. ولا انت تحبي حد يبقى قاعد معاكي في البيت على طول؟ لا انا احب بقى. انا اتعلمت بقى ان انا احب. فرق الاجيال. اختي ما تحبش خالص. ميان زي ماما قوي في حاجات كتير قوي. مين فيكم بيشتري حاجات تافهه اكتر، بيصرف فلوسه على حاجات تافهه اكتر؟ انا خالص. ماما لا، ماما ابدا خالص. لا مش بتشتري خالص. انا بخبي منها الحاجه وانا داخله البيت. ايه بالنسبه لك الحاجات التافهه اللي هي عباره عن ايه؟ ماما بالنسبه لها اي حاجه تافهه. لا انا ما انزلش اشتري حاجه غير لو محتاجاها، يعني عايزه اشتري جزمه عشان محتاجاها، بنطلوني الاسود باظ، عايزه اشتري بنطلون اسود فانزل له هو بس، وابقى قدامي 100 حاجه ما اشتريش. اشتري مش بخل ولا حاجه على فكره، لكن انا ما اشتريش حاجات ملهاش لازمه عندي عشان ارصصها في الدولاب. يعني ايه الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي هي بتشتريها؟ يعني بتشتري شنط وجزم بهبل يعني في الاخر يعني كتير. طب هنقول ان ده ادكشن او ده شغفها. لا هي بتنسى حاجه مهمه قوي 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 قوي، هي مش قادره تفهمها ان انا ممثله وان جزء من حياتي وشغلي وراس مالي هدومي، يعني دولابي. دولابي صح. هي ما بتفتكرش. لا انا بعملها على انها بنتي جايبه ده ليه؟ ايه الهيافه دي؟ هيافه ايه؟ الدولاب مليان شنط. ادفعي فلوسك في حاجه عبيطه كده. لا اشتري ذهب يا هيدي. ما انا شغلي، ولما بشتري ذهب بتهزقني برضو يعني. الله، طب ما ده مش حاجه تافهه برضو لما بشتري ذهب وبتحس ان انا مبالغه في الحاجه، برضو بسمع كلمتين. فبقيت ما اوريش بقى حاجه، انا بكمر حاجتي كلها احطها في العربيه واطلع حاجه بره الشنطه، يعني مش في شنطه المحل اصلا. خلاص انا فهمت الفوله، هاخد العربيه افتحها واشوف فيها ايه. بمناسبه الفوله بقى، مين ما بيتبلش وبقه فوله؟ لا احنا الاثنين بنكتم الاسرار جامد قوي. لا طنط مش بترد، عندها كلام تاني تقوله. لا. يعني بيني وبينها ممكن ما يبقاش في اسرار بيني وبين بناتي، لكن ممكن في حاجات ما اقولهاش حتى لباباها. يعني تكتمي اسرارهم عن اقرب الناس طبعا طبعا، لان انا رد فعلي في حاجات غير رد فعله، وانا عارفه رد فعله هيبقى ازاي، فاخليه هم يتجنبوا رد فعله. ده حقيقي. على قد ما كل ام بتحب ولادها على قد ما بتبقى حما صعبه. طنط حما صعبه؟ لا خالص. ماما بالعكس، ماما ما بتتدخلش خالص في حياتنا نهائي. يعني لما انا كنت متجوزه ومع ميان اختي لغايه دلوقتي ما بتتدخلش ابدا ابدا وما بتسالش اصلا. يعني احنا علاقتنا قويه جدا، بس ممكن مثلا الصبحيه تعدي وما اكلمهاش ابقى مشغوله، فهي عادي تسيبني على بعد دور تقول لي تبعت لي مسج تقول لي اخبارك ايه طمنيني عليكي. يعني احنا مش بينا العلاقه دي خالص، هي ما تتدخلش ابدا. يعني لو جوازتهم ما كلموكيش في عيد ما ولا حضروش في مناسبه انا ولا يفرق معايا ان هم يكلموني كمان في عيد عشان يعيدوا عليا، وبطلب منهم انهم ما
يجيبوليش هدايا في العيد لان ملوش لازمه. ولا لأن بتحب حاجة- عيد ميلاد ولا بتحب تورته ولا لا، لا، مع لا. انها مش ست نكديه يعني عشان ما حدش لا يفتكر خالص. إنها ست نكديه. ما بتحبش تحمل حد بالظبط عبء كده. الاحتفال بحاجه تخصها، يعني آه. دايما هي بتحب تبقى خفيفه. بس احيانا البنات بيبقوا محتاجين برضو الام تشد شويه كده على الرجاله، يعني اللي لا هو بصي، لا، وري له لا. العين الحمراء من وقت للتاني، بتحسيش لا بكده؟ على جوز بقى مثلا جوز ميان دلوقتي يعني لا خالص. انا وبعدين انا لا يمكن اطب على بنتي في وقت انا مش قايله لها ان انا جايه لها. يعني اجي لها لما تكون هي طالبه مني طلبات، مثلا هاتي لي عيش يا ماما وانت جايه ولا حاجه، اخش شويه كده. لكن مع جوز بنتي لا، علاقتنا حلوه جدا، ولا عمري اشد عليه ولا عمري اعرف هو بيكسب كام ولا بيشتغل في ايه، ماليش دعوه. بوظتي صوره الحما خالص بجد. لا بالعكس، انا يعني انا شايفه ان هي حما ذكيه جدا. عارفه ليه؟ هي ما بتتدخلش ابدا، بس هي دايما في ظهرنا، دايما احنا عارفين ان هي هتبقى محايده تماما وهي بتنصحنا، فبنلجا لها، مش بنروح نلجا لناس تانية ممكن تضرنا بجد. فلا هي ست ذكيه جدا. تربيه الولاد غير تربيه البنات خالص. انا ما عنديش ولاد. ما انا عارفه. لما بقى كانت واحده فيهم بتعجب بحد او يبقى في حد شاغلها او كده وتيجي تحكي لك، كان بيبقى رد فعلك ايه واحساسك من جوه ايه؟ بديهم نصايح على قد ما اقدر طبعا، ده لو شايفه انه الانسان التاني مناسب يعني، او ممكن الرحله تستمر يعني. لكن لو حد مش مناسب لا، من الاول بقول انه مش مناسب في وما السن ينفعش. الصغير بقى خالص، بتاع اللي هو احنا مش رايحين في حته بس احنا عندنا مشاعر وخلاص. بالظبط. يوه عملتي حصلت ايه بقى في بقى الولاد؟ ولاد النادي بقى أيوة. ومش عارفه ايه وكده. باخد الموضوع ببساطه عشان يجوا يحكوا لي، والا لو انا اتنرفزت وقلت لا او ما ينفعش وما انتش رايحه وما انتش جايه، طب ما مش هيحكوا لي. صح. بالعكس، هم لما يحكوا لي انا هعرف اشوف الصوره كامله، اعرف انصح. ايوه وأعرف بتسرسبيهم. لا واعرف الحق المشكله قبل ما تحصل. طبعاً. ما انا هبقى سابقه بقى شايفه قدامي، فاعرف الحق المشكله قبل ما تحصل وانبهها ان في مشكله في اخر الطريق. عندي فضول اعرف كانت بتعاقب ازاي بصراحه، يعني البسكوته دي كانت بتعاقب لا مش ازاي؟ بسكوته خالص. لا ده انت مغشوشه فيا. ماما شديده جدا. شبشب. يلي انا بقى شفت كتير بقى. بصي سيبوني الطلعه دي، شيلوا منها المايك. الفرق بيني وبين اختي قرب 6 سنين كده تقريبا، فانا خدت وش القفص بقى. هي بقى طالعه عايزه بقى تربي بقى جيل صالح. عارفه الواحد لما بيبقى صغير كمان ما بيبقاش فاهم الدنيا كويس يعني، وعيل بقى وبتاع، وقال يعني بقى لازم اشد عليها عشان تذاكر كويس ومش عارفه ايه حاجات كده. شفت بقى حاجات جميله في ايه العالم. بقى لا، نبذه؟ يعني هي كانت شديده. يعني اولا لازم نرجع في سيستم وفي رولز بنمشي عليها في البيت. يعني هترجعي تخشي تغيري هدومك، تستحمي، تاكلي، تقعدي تذاكري، تعبانه، نعسانه، عيانه، ايا كان ظروفك الصحيه والنفسيه، انت هتقعدي تذاكري. وطبعا يعني طبعا لو جبنا نمر مش كويسه، انا شخصيا هي ميان ما اتضربتش زيي. ميان اتدلعت واضح. لا مش اتدلعت، بس كانت هي اخذت خبره من تربيتي فعرفت اخطائها فصلحتها مع ميان. فميان كانت واخده اكتر حكمه في المعامله، كانت واخده اكتر حريه. انت اديتي ميان حريه على فكره، انت ما اديتيهاليش خالص. انت دلوقتي جايه تفتكري حاجه بقى لها لا عشان دلوقتي 30 ولا قلبتوا عليا 20 سنة. المواجع. فلا هي ام شديده، بس الشده دي انا يعني برجع اقول انه هي طلعتنا أيوة. شخصيات مختلفه، وعندنا قدر كبير من الديسيبلين والانضباط في الحياه والالتزام وتحمل المسؤوليه، وكسبتنا سكيلز او مهارات في سن صغير. بنات كتير قوي كسبوها بعدين في سن متاخر جدا، وده كلفهم كتير. انا كتير بقول انه لولا شدتها عليا انا ما كنتش بقيت في حتت كتير قوي في حياتي. احنا دلوقتي هندخل على سيجمنت تاني. يلا ماشي. بينا. طيب دلوقتي احنا هنلعب لعبه. عارفين جينجا؟ لعبتيها قبل أيوة. كده يا هيدي؟ أيوة. طنط. اوكي احنا بتاعت دلوقتي الخشب دي. ايوه بالظبط، بس احنا دلوقتي هنلعبها بالتو سبيس بتاع فليكرز. عايزه اسالكم الاول، انتوا ايه اكتر طعم بتحبوه في معجون السنان؟ ليكوا حاجه مفضله؟ أنا. نعناع قوي، قرنفل؟ نعناع. نعناع بس؟ لا انا ممكن النعناع اكسترا، يعني احب النعناع الاكسترا قوي. احنا هنا عندنا الثلاثه، الازرق منت عادي، والبني قرنفل، والاحمر اكسترا منت. اكسترا مان. ايوه انا هقول لكم 3 معلومات تقولوا لي ايه فيها المعلومه اللي مش صح. ماشي. معجون السنان فيه فلورايد بيقوي المينا. لو بلعت المعجون ممكن تموت. المعجون بيستخدم 2 مرات في اليوم. ده السؤال؟ دول 3 معلومات فيهم معلومه غلط. لو بلعت المعجون ممكن تموت. طبعا. دي غلط طبعا. ماشي. ماما برافو. انت
ميرسي. انا اللي قلت على فكره المعلومه. بس معلومة احنا هنسقف معروفة، لطنط، جبت هنسقف تجيب لطنط. الليل بيسقفوا لك لا ده معروفة، وبعدين انت عملتي وياما حاجة غلط. بلعنا يعني، مش والعيال طبعا. الصغيرة طبعا. بتبلع. انت أيوة. عملتي حاجه غلط لا ايه؟ والله العظيم. انت مش المفروض تمسكي اساسا تسندي بايدك التانيه. امال فكره اللعبه ايه؟ بس احنا هنعديها لها يا هدي، هنعديها لها. ما تتكلميش كتير. المضمضه مفيده جدا. المضمضه بالكحول لو كتير ممكن تنشف البق. المضمضه ممكن تخلي مخارج الحروف افضل. المضمضه ايه مفيدة مخارج جداً. الحروف لا، غلط؟ ده غلط، غلط صح؟ طبعا. هي طلعت غلط اصلا من غير كحول. يا بنت الايه، خلي بالك عشان الموضوع بدأ يبقى خطير جدا. الاسنان اللبنيه بتقع عادي. الاسنان اللبنيه مش مهمه، نسيبها تسوس براحتها، كده كده هتتغير. الاسنان اللبنيه بتحافظ على مكان الاسنان الدائمه. طب انا اركز ازاي في السؤال؟ انا عرفت السؤال. هو ده المطلوب. الاسنان اللبنيه نسيبها تسوس عادي، دي معلومه خاطئه. نسيب العيل يتوجع يعني في التسقيف العبي. لا ما لعبتيش انت. اعتبريني لعبت. لا اهي 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 اهي. برافو. يلا يا كنت هدي. حاطه عينك عليها دي؟ كانوا بيتعبوكي في موضوع نغسل سناننا ده وهم صغيرين. لا لا يستجروا. مش قادره. ايوه بتستعملي ايدك التانية. معلش ما انت بتستعملي ايديكي طول لا 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 استعملتيها ولا ما استعملتيهاش؟ مفيش سؤال. نغسل عايزه سناننا. عايزه تشتغلي تحت ضغط. نغسل سناننا كم مرة في اليوم؟ نغسل لا سناننا كم بتديكي مره في اليوم؟ معلومات. انا يعني الصبح ما بصحى، بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء. وانت يا هدي؟ استني ماما طب حطيها، شوفي هتحطيها فين. انا اللعبه دي بتفكرني بالمشهد بتاع الطريق الى ايلات يا بتاع لهوي زي الفنان ما نبيل وقعتش. حلفاوي. انا حاسه كده ولا شقع الله بقع يا ديل أعلم. الفار. ايه تاني كده يا طنط؟ اي كلام. بتقولي- شقع بقع يا ديل الفار. مش دي عارفة. اغنيه؟ دي عشان ايه؟ حاجة كده. انت بتستعملي الايدين يا دي، انت استني يا غشاشة. ماما، على فكره هم حاطينها غلط. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ حاطين يعني حاطين كده وحاطين كده. طب وايه المفروض يعني؟ لا، عشان بقى في ارتفاعات مختلفة. يعني فاهمه قصدي؟ يعني بصي دول مش واحدة على الجنب واحدة على أيوة. طب وبعدين؟ هنعمل ايه في المصيبة دي؟ اتوترت. هنعمل ايه في المصيبة دي؟ بصي بقى احنا برضو ام وبنتها بنتعامل برضو على اننا تيم واحد، مع ان احنا تو ديفرنت تيم. اللقطة الأخيرة لأن أنا هوقع كل دلوقتي. انت اي حاجه هتاخديها خلاص، انت ما عندكيش اوبشنز. لا لا خدي من فوق خلاص، دي الوحيده اللي فيها 3. والله انا بنت بره بامها. احنا كل ده ساكتين على موضوع السند بالايد التانيه وده مش صح. ماما، ماشي، تمام. عملتي فيا كده يا افكر اخبطها. هتشيلي ايه بقى؟ بصي نبقى هقول لك، خلصنا. أنا هقول لك شيلي دي. في العادي مين الاشطر أساعد؟ في لا، في الجيمز؟ لا احنا ايد واحده وما عندناش مساعدات. مين الاشطر في الجيمز عموما، في الكوتشينه، في الحاجات دي؟ برافو. لا هدي مالهاش في الكوتشينة ولا ليا والحاجات في دي. الطاوله. ماما بتلعب طاوله. لا خالص، قليل قوي. كنت بتلعب طاوله زمان مع بابا. يعني ما اقدرش اقعد انا ساعتين 3 عشان لا، العب طاوله لا. او ما كوتشينه. نعرفش نقعد اصلا، ما نتفرجش على التلفزيون احنا. اكتف. مش ما دي بنتفرجش على التلفزيون. لا. امال ايه بنعمل ايه في المسلسلات والافلام؟ لا قليل قوي. ماما انا ما بتفرجش على مسلسلات غير في رمضان، انا لي واحده او 2، وبتفرج على حاجات هادي، وما بتفرجش على اي حاجه تانية غير الافلام العربي القديمه. لا دي هتقع. هلطش لك بقى، ما اتكلم ولا اسمع. والله خلاص انت حره، انا هقعد ارتاح، انا مالي. خدي دي شاطر. يا جماعه اي واحده هاخدها ايد واحده يا طنط. خلاص يا ماما، نصيبنا بس هنعمل لازم ايه؟ يعني هتبقي انت الكسبانه؟ أيوة. لا شيلي بقى شيلي. يا دي النيل علينا. خلاص يا جماعه، انا يا جماعه بتنزل في الدور ده. اهو ما لمستهاش. بس على فكره احنا كده الاثنين كسبانين بالظبط. جاهزين للسيجمنت اللي جاي ولا محتاجين راحه؟ يعني. حاسة لا إن ان انتوا شاء الله اتوترتوا جاهزين قوي. ان شاء الله. السيجمنت دي اسمها جس ذا سميل. انت هترشي من اي ازازه من اللي قدامك دول، وهي بقى ايه يعني تقول لنا هي من الريحه حاسه بايه. مش في وشك. مش
بترشي في وشي قوي كده ليه يا ماما؟ عشان تشم. لا كده انا بشم كويس على فكره. اولا انا بتضايق من الروائح الجامده قوي، بس انا الريحه اللي انا شماها دي ريحه يعني حباها، مش مضايقاني في مناخيري. انت بترشي فين؟ هي فريش وريحه نظافه كده، وريحه تحس كده انها انت لسه مستحمي وغاسل البيت وغاسل الستاير وغاسل الحيطان والارضيات. مش عارفه دي ريحه والحمامات بس عشان والحمامات مهمه بالنسبه لطنط. ايوه غمضي. ها مغمضه والله. عود، ريحه عود جميله جميله جميله. حسستك بايه بقى؟ بحب ريحه العود قوي قوي، انا وماما بنحب ريحه العود قوي. على فكره ماما دايما بتجيب العود ده بالذات تحديدا في البيت. يعني احنا اول ما عرفنا ريحه العود عرفناها كده. الله حلو قوي قوي، حلوه قوي دي، بس كلها نزلت في وشي على احنا شايفين كده امسح. افتحي بقك. دي لافندر طيب؟ لا لا يا ماما كده كتير قوي. ورد فيها، في حاجه فيها ورد. ده انت شطوره كده كده وبرافو عليكي. ايه دي؟ برفيوم. ده ايه؟ ورد، حاجه ليها علاقه بالورد صح؟ حاجه كده بهجه. يعني انا ما بعدتش قوي يعني، ده اوكي. جاهزين دلوقتي ولا يلا. محتاجه راحه؟ لا انا تمام انا تمام، يلا بينا. طيب يلا بينا. احنا في الفقره دي تمام ما عندنا سبت غسيل. الغسيل ده مغسول ومحطوط عليه فابريك فريشنر من فريدا. احنا المسابقه بتاعتنا انه مين هيحط قطع اكتر وتبقى منظمه اكتر. يلا بينا. يلا. مين فيكم بيتعصب اسرع؟ انا. هي دي. مين فيكم بيحب النوم اكتر؟ انا برضه. شامين حاجه؟ شامين ريحه حلوه. شامين ريحه فريش، فيري فريش. شامين ريحه جميله. انت ما بتشميش اصلا، ما تمثليش. لو البيت متكركب ونعسانين وتعبانين ومرهقين هنسيب البيت مكركب لتاني يوم؟ والمواعين في الحوض عباره عن ايه؟ لو مواعين لا انا مش ممكن اسيب حاجه في البيت لو مكركب. يعني لازم انام والبيت متروق ومفيش شوكه ولا معلقه في الحوض. حتى لو راجعه من تصوير ومطبقه ومرهقه لا ما انا ما بنزلش التصوير اصلا غير والبيت متروق على سنجة 10. اقصى عقاب عاقبتوه للولاد؟ ماما انت اقصى عقاب عاقبتيه لي ايه؟ حدث ولا حاجه. مفيش غسيل. ما انا خلصت غسيل خلص. اخدته كله. حوشت الغسيل عندها. ايه ده؟ انت كنت نشراه اوريدي ولا لا؟ لا. فين النطره بتاعت الغسيل؟ انا مش شايفه الغسيل بيتنطر. انا خلصت وانا نشرت اكتر منك. طنط هي اللي كسبت. شفتي الحركه دي؟ شفتي الحركه دي؟ اه بدل ما اقعد ابص الحركه دي. بس عارفه بقى الشمس بقى. لا بس عارفه الحركه دي اخدت لك مكان كبير جدا ممكن تنشري فيه. طب ما فيش غسيل كتير. لا افرضي بقى معاكي غسيل كتير هتعملي مش ايه؟ هعمل كده، هبقى انشر كده. ماشي يلا ماشي. طبعا لو عدينا انا اللي هكسب. 1 2 3 4 5 6 7. احنا كده كده واخدين صف طنط من اول الحلقه. 4 5 6 6 7. ده كبير. وده كبير. طب الكنترول بيقول هي دي اللي كسبت عشان عدد القطع عندها كان اكتر. ميرسي. اخيرا طنط انا بجد كنت عايزه اكسبك انت بجد. 3 4 5 6. ازاي يا ماما؟ انا هو 1 2 3 4 5 6 7. انت ازاي؟ انت عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ خدت واحده من عندي. العلاقات اتوترت ولا ايه؟ نسيبكم تهدوا شويه. خلصوا الفقره دي. ماشي، أوكي. عندنا فقره تانية نتصالح أيوة. كلنا على بعض فيها. أوكي. برافو. بعد ما لعبنا بقى وهزرنا وضحكنا، انا بحس ان انتوا طول الوقت انتوا الاثنين اصلا مش عايزه اقول نقر ونقير بصراحه، عشان انا برضو انا حاسه الحب الكبير اللي موجود، بس انتوا على طول بتناكفوا بعض. فطنط هيدي مسجله لك فويس نوت عايزاكي تسمعيها. بصي يا مامي، انا عايزه اقول لك حاجه يمكن انتي ما تعرفيهاش. انتي مش بس مامتي وماي بيست فريند وكاتمه اسراري، انتي حاجه مهمه قوي في حياتي، انتي مصدر قوتي. انا في موقف تعرضت له زمان انتي يمكن ما تفتكريهوش ومش هقوله بالتفصيل، بس انا فاكره اليوم ده انتي وقفتي قدام السرير عندي وبمنتهى القوه قلتي لي ولو حصل ايه يعني هيحصل في الدنيا، ما تخافيش، اوعي تخافي، وصغرتي لي المشكله وخليتيها تبان بالنسبه لي وكانها حاجه تافهه جدا، وحسستيني ان انتي وحش لو حد قرب لي هتاكليه. فدايما عندي احساس ان انتي مصدر قوتي، ودايما عندي احساس ان انتي السند اللي هتسند عليه والمكان اللي هستخبى فيه
لو الدنيا اتهدت فوق دماغي. فربنا يخليكي ليا يا ماما، وتفضلي دايما كده مصدر قوتي، مش بس صاحبتي. الله، احنا بنحب نعيط قوي قوي زي علينا. نموت يعني، نموت في النكد يا ربي. لا بس هو كلام مؤثر جدا، انا كمان دمعت طبيعي. غصب عني يعني. وبعدين هي فكرتني في حاجه لو تعرفي من كام سنه، دي من يعني مش عارفه، حاجه حصلت من 20 سنه يمكن. اللي طنط يا رب سابتها يا لي. رب الوسام بتاعتك تبقى مش صباح الخير يا هدهودة حبيبة قلبي وأول فرحتي. أنا عايزة بس أقول لك رسالة، عايزة مش أقول لك رسالة، أدعي لك دعوة حلوة إن ربنا يوفقك في حياتك وفي شغلك طبعا، ويبارك لك في ابنك. يا رب تكونوا مع بعض دايما حلوين كده زي ما انتوا دلوقتي. وعايزة أقول لك بس نصيحة صغيرة كده، عايزاكي تبقي أهدى من كده. أوقات بتبقي عصبية شوية، فربنا يعني يهديكي كده وتبقي هادية شوية. وبحبك قوي 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 قوي، وربنا يوفقك في كل حياتك. تحفه يا ماما. كده تعيطيني. شويه مشاعر مرهفه. يا رب دايما أفضل في ظهرك كده، مش عارفة لحد إمتى يعني. لغايه كتير كتير قوي. خلاص صحاب وحبايب، مروحين صحاب احنا وحبايب صحاب كالعاده. وحبايب. ده حقيقي. ربنا يخليكم لبعض، ميرسي، ربنا انتوا يخليك. نورتونا. ثانك يو. شكرا شكرا يا طنط. ميرسي.